السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث متوسط. اكملنا وياكم اليوم الامتحان بخير وسلامة، وكانت نتائجكم كلش حلوة واجاباتكم كلش حلوة، والمسجات اللي وصلتني من عندكم كلش حلوة. عاشت ايديكم على الالتزام وياي وعلى هاي الاجابات الحلوة، والقسم من عندكم حتى حل الاجابات ودزيها. كل التوفيق يا ربي، وأتمنى إن شاء الله أن بكل المواد ترجعون فرحانين مثل ما رجعتوا بمادة اللغة العربية. راح سويت هذا الفيديو وياكم أعلمكم بها الأسئلة الحل النموذجي. لا تنسون الاشتراك بقناتي عبر قناة اليوتيوب باسم الأستاذة رنا محمد عبد ناصر. يلا خلونا نحل الأجوبة النموذجية. لاحظ إيش منطيك. بادلنا بالقواعد طبعا الإسلامية عليك، هي عبارة عن أحاديث وآيات والمعاني. نبدي بالقواعد اللغة العربية. منطيك مجموعة أفعال ما تحتها خط، قال لك هاي من أي أبواب؟ عندك تشاء هي من الباب الثالث، والبارحة بالبث ركزت لك عليها، قلت لك إذا كانت الهمزة بالوسط أو بالأخير راح تكون عندك هي باب ثالث. حكم يحكم باب أول. تجزع قلت لك أني دائما الصفات مالت الإنسان، صفات الإنسان وش تقول عليها رأسا؟ باب رابع. اعطيتكم معلومات ذهبية على مود بسرعة تعرفون بها الأبواب. تفعل مين جايتني؟ من فعل يفعل، وهي الباب الأول. هذا كان هو عندك السؤال الأول فرع ألف. النقطة الأولى. تعالي للنقطة الثانية. إيش منطيك؟ منطيك أيضا أفعال تحتها خط، يريد من عندك الوزن. دع شنو وزنها؟ عل. وطب أيضا عل، ولحادثة لفاعلة. شوفوا شلون دقيقة. وبقى على وزن فعال. فرع باء مطيك مصادر، والمصادر يقول لك رجعها لفعلها، واني جدا اكدت لك على هذا النوع. قلت لك لو يعطيك فعل ويريد منك مصدر، لو يعطيك مصدر ويقول لك رجعها للفعل. وشرحت لكم بالتفصيل شلون تعرفها، قلت لك شلون توزنها، ومن خلال الوزن تفكر تقول هاي وين جايتني، هذا الوزن وين شفته، بيا مصادر، بالثلاثي بالرباعي بالخماسي بالسداسي. بالتفصيل شرحتها سواء كان البث على الفيسبوك أو على اليوتيوب. قراءة من جايتني؟ من الفعل قرأ. خشوع من الفعل خشع. إسعاد من الفعل أسعد. مباعدة على وزن مفاعلة من الفعل باعد. شوف هذا على وزن فاعل. ليش؟ لأن مفاعلة وين نلقاها؟ بمصادر الأفعال الرباعية، من يكون الفعل الرباعي على وزن فاعل. وسلامة من الفعل سلمة. يلا. واستقامة على وزن استفالة، يعني مصدر سداسي ويكون معتل العين، فيكون الفعل من عنده استقام. ونفسه هذا المثال أنا حالت لكم إياه. أغلب الأسئلة اللي أنا رشحت لكم إياها هي جايتكم بالامتحان. يلا تعالي الفرع جيم، خلينا نشوف الفرع جيم. يريدك شنو؟ صوت. يريد مصدر على صوت. منو؟ صهيل هديل، وأيضا هذا نفسه احنا حليناه. على سير دبيب رحيل، ونفسه حليناه بالبث. هسه مطيك الفعل سمع، يقول لك أريد منه اسم فاعل، وأريد منه صيغة مبالغة، وأريد من عنده اسم مفعول، ويدخل لنا إياه بجملة مفيدة. يلا اسم فاعل على وزن فاعل وهو فعل ثلاثي، شو يصير؟ سامع. أخوك سامع الخبر. صيغة مبالغة تصير لو سمع لو سمع، لأن صيغة المبالغة عندي هواي. سمع على وزن فعال أو سمع على وزن فعيل، وجملتنا راح تكون الله سميع الدعاء. طبعا من تخلي الجملة اسم الفاعل لازم إذا كان اسم الفاعل أو الصيغة أو اسم المفعول لازم تخليها نكرة منونة، مو بس تختارها نكرة، لازم منونة، لأن شرطها إذا كانت مجردة من ال
أن تكون نكرة منونة. اسم المفعول مسموع، صار ما مسموع الخبر. يجي الفرع باء، وأكدت عليكم قلت لكم آخر تمرين باسم التفضيل اجت الفكرة مالته، صح ما اجى نفسه بس اجت الفكرة. هواي أكدت لكم حتى البث الصباحي اللي كان هو الساعة 3 فجرا أكدت لكم عليها. أنت أفضل الطلاب درجة، يريد بالمفردة المؤنثة وبالمثنى المذكر. أنت أفضل الطالبات درجة، أنت فضل الطالبات درجة. المثنى المذكر أنتما أفضل الطلاب درجة، أنتما أفضل الطلاب درجة. حالة اسم التفضيل هنا إيش بيه؟ مضاف إلى المعرفة، ومن يضاف إلى المعرفة إيش راح يكون؟ لازم الإفراد والتذكير لو يطابق المفضل، راح يكون شنو؟ بوجهان، ملازمة مطابقة، وهذا أيضا شرحناه. فرع جيم، تعالي للصفة المشبهة قد أكدت لك عليها وعلى إعراب معمولها. قلت لك إذا مرفوع وبها راح أعربها؟ فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ولا تنسى الهاء، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. المعمول قال لك سوي لي بحالة النصب وبحالة الجر. قلت لك راح تلعب لنا بإعدادات المعمول. ايش راح تسوي إذا بالنصب؟ تخلي نكرة منونة. ايش تسوي؟ نكرة منونة. وإذا بحالة الجر راح تضيف له التعريف، وهواية أكدت لكم عليها. صيغة المبالغة ايش راح تصير؟ معوان. على أي وزن؟ مفعال. شنو سبب العمل؟ لأنها نكرة منونة ودلت على الحال والاستقبال وسبقت باستفهام. زين، نيجي عندك إعراب أخوك شنو؟ فاعل. المن للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الواو. وسد مسد الخبر. شو راح نقول؟ عفوا لصيغة المبالغة وليس للصفة المشبهة. سد مسد الخبر وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. وهسه راح ننتقل وياكم إلى اسم الآلة. سؤال الرابع، اسم الآلة. مطيني مين من الفعل محك. محك شنو نوعه؟ راح يكون مشتق. شنو وزنه؟ مفعل. من أي فعل؟ من الفعل حك، وش يكون؟ مشدد. إعرابه أنا قلت لكم اسم الآلة شبيه؟ حيعرب حسب موقعه من الجملة، وهنا موقعه شجانة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هسه إيش رايد من عندنا؟ فرع باء. لاحظ فرع باء. ثارة. شنو؟ ثارة الشعب ثوران. على وزن فعلان دل على الحركة والاضطراب. يا يريد اسم فاعل انسبق لنا بنداء. يا سامع الدعاء أجب دعوتي. اسم تفضيل المفضل به هنا اجاني شبه جملة جار ومجرور. زينب أطول من أختها. بعثر الطفل الكتب بعثرة. على وزن فعللة. يجي طلب من عندي فرع جيم، يقول شلون أصيغ اسم المفعول من الفعل المبني للمجهول لكن من فعل غير ثلاثي؟ شو يكون؟ على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. دير بالك، فتح ما قبل الآخر. أريد مثال: استخرج، يستخرج، مستخرج، ما مستخرج النفط من الأرض. طبعا والمثال هو بكيف الطالب، لكن يكون لازم مثال معبر مفيد. نجي لأسئلة الأدب والنصوص. إيش رايد من عندك؟ النثر الفني. النثر الفني وأكدت لك عليه هواية، وأيضا بالبث شرحت لك إياه. النثر الإبداعي هو أحد أقسام النثر الفني، ومن أنواعه المعروفة خطابة، مقالة، قصة، والرماية الرواية والمسرحية والسيرة الذاتية. أما الوصفي هو أحد أنواع النثر الفني، وراح يشمل على الدراسات المتعلقة بنشأة الأدب الإبداعي وتحليله وتقويمه، مثل كتب التاريخ وكتب النقد الأدبي.
إيش نلمسنا في قصيدة ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي؟ عاطفة حب وإعجاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت من القوة مبلغا لا حد له. وعندنا هذه القصيدة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفما الزمان تبسم وثناء، الروح والملائكة حوله، وللدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، نظمت أسامي الرسل في صحيفة في اللوح، واسمي محمد طغراء. فرع جيم إيش مطيك دواوين وتنسبها للشعراء. الجداول والخمائل: إيليا أبو ماضي. قضايا الشعر الحديث هي إلى نازك الملائكة، وخطوات في الغربة هي بلند الحيدر. سؤال السادس فرع ألف: منطيني معاني ظمآنا معناها عطشا. أريد من عندنا: حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. حسب المعنى يقول لك هذا شنو معناه، وتعال اكتب لي بيت عليه. ظمآن شنو يعني؟ عطشان. وين موجود؟ وين ذكر الشاعر؟ ذكر بهذا البيت: حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. الرق شنو معنى الرق؟ العبودية. وين لقيناها؟ بأي بيت؟ كفى يا أيها الشرق حياة كلها رق. الثالثة مطيني دمدمت. شنو معنى دمدمت؟ يعني غضبت. وين لقيناها؟ بأي بيت؟ ودمدمت الرياح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. النقطة الرابعة هي النحيب. شنو معنى النحيب؟ هي البكاء الشديد المصحوب بالصوت المرتفع، فيرج لي من ندائي نحيب. سؤال السادس: سمي الشاعر أحمد صافي النجفي مجموعة الشعرية بحصاد السجن. ليش؟ لأنه كان معتقلا في بيروت، وهو أثناء المعتقل سوى القصيدة. يعد العصر الأموي عصر الخطاب الذهبي، وهذا عد الحاجة إلى فنون العصر النثر كلها، ووجد ديوان خاص للرسائل فضلا عن ازدهار فن الخطابة، وأيضا موجود من ضمن مرشحاتنا. تعد قصيدة يا دجلة الخير واحدة من أهم القصائد في العصر الحديث. ليش؟ راح تجمع عنا كل مشاعر الغربة والحنين للوطن والاشتياق إليه، وتظهر بها الطبيعة الإنسانية في ثورتها وهدوئها وألمها وأفراحها وحرفتها وحنينها إلى ما تصبو إليه وما حرمت منه. وهذا أيضا نصا جاينا بالمرشحات مالتنا. زين، النوب ايش رايد من عندك؟ ايش رايد من عندك؟ رايد من عندك الحملات. ايش رايد من عندك؟ رايد تذكر لنا 2 أو 3 أو 4 من هي؟ حملة نابليون على بصر، البعثات العلمية، الصحافة، الطباعة، المدارس، وحركة التأليف والترجمة. أنا عددت لك إياها كلها، هو رايد منك 3. سؤال السابع فرع ألف: يعد محمود درويش من أبرز الشعراء اللي يشاركون في تطوير الشعر العربي الحديث وإدخال التجديد فيه. ايش يقولنا؟ هذا السؤال نصا من مرشحاتنا. ماذا يعد الشاعر محمود درويش؟ وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرفعون القمام. تعالي إلى فرع باء: يهدف الشاعر الرصافي إلى ترسيخ القيم الأخلاقية اللي تدعو بها الأديان ومميزات الشرق والأمة العربية من سواها، مثل مساعدة الضعيف والإحسان إلى الفقير ومواساة الأيتام ماديا ومعنويا وتنمية روح التعاون والتضامن الاجتماعي. زين، بمن يمتاز أسلوب قصيدة في العيش لنا حق؟ امتاز بالسهولة والإيجاز، فضلا عن الإيقاع الحماسي المتكرر في حرف القاف ليتناسب التكرار مع حماسية النص، وأيضا هذا نصا من مرشحاتنا. أما الثالثة أقسام الشعر، أيضا هذا نصا من مرشحاتنا. شنو من حيث الشكل؟ قلنا العمودي وشعر الحر، التفعيلية وقصيدة النثر. يلا المؤلفات، طبعا هذا السؤال قلت لك راح يعطيك شعراء ويقول لك انسبها للعصور، وحتى الفجر أكدت لك عليه وهو نصا من مرشحاتنا. نازك الملائكة بالعصر الحديث، دعبل الخزاعي بالعصر العباسي، عبد الله بن رواحة بعصر صدر الإسلام، وصفي الدين الحلي هو بالعصور المتأخرة. أما الإملاء منطق كلش سؤال بسيط، قطع وعدنا هاي وصل وقطع،
هاي أيضا عندنا قطع، استخرج وصل، واعتمد وصل، وامرأة أيضا وصل. السؤال الثاني هم أكدت لك عليه، قلت لك يقول لك علامات الترقيم، تعريفه وانطيني مثال. حتى بالليل على التليجرام أكدت لكم عليها. شنو علامات الترقيم؟ هي رموز توقع بين أجزاء توقع بين أجزاء الكلام المكتوب أو في آخره لتيسير القراءة وفهم المعاني التي قصدها الكاتب، وبيان مواقع الابتداء والوقوف لإرشاد القارئ إلى تغيير نبرة صوته أثناء القراءة بما يناسب المعنى. يلا من هما؟ عندك الفاصلة اللي راح تجيني بين الجمل اللي تكون معطوفة. ما خاب طالب مجتهد ولا تأخر صادق. النقطة اللي دائما تجيني وين؟ في نهاية الجملة التامة. العمل الصالح يرجع صاحبه. القوسان الجنان بالكسر جمع جنة. قلنا بوسط الكلام يجيني علامة التنصيص. قلت نصا وين تكون؟ الكلام المنقول نصا بدون تغيير، والكلام من هو المنقول نصا بدون تغيير؟ أما آيات الذكر الحكيم أو الأحاديث النبوية الشريفة. والشرطتان نجح أخوك رعاه الله بتفوق. وكان هذا هو الحل النموذجي اليوم للامتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية. وبنهاية الفيديو أقول لكم كل التوفيق يا رب، وإن شاء الله كل المواد ترجعون فرحانين ومجاوبين بها. لا تنسون الاشتراك بقناتي في اليوتيوب باسم الأستاذة رنا محمد عبد ناصر، مصر، أنا مدرسة اللغة العربية. تقبلوا تحياتي.